يا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نزول على دوابة المتابعات البنات اللي شافها هاي الياخة فصلناها بالبث، يعني وخيطتها بالبث، فطلبوا انه شلون فصلناها، ففصلت لهم اياها بالبث، وراح انزل لهم التسجيل مالتها هي هاي الياخة طريقتها. تابعونا الفيديو ولايك ومشاركة، شكرا جزيلا. سنتيم ميلان كتير، هاي حافظ الربط. طبعا هنا يعني قياسات مالتنا، بس نرجع اليمن على الياخة. اول شيء سوي شنو؟ هذا الدقم 3 سنتيم هذا من هنا، يعني هو الفصائل عادي المتبع مالتنا بالما شلون نفصل احنا. هاي مال الدقم. عندنا هاي الحفره مالت الركبه نسوي 9 سنتيم النزول، هاي الاساسيه نجي نخطها او نرسمها هسه. من بعدها هسه شنو؟ ندخلنا سنتيمين او سنتيم ونص، سنتيمين، ونجي نشوف ان هاي الياخه وين نريدها، اليوم وين نريدها نازله، يعني مثلا ويا بدايه الصدر، نص الصدر، يعني هي انا تقريبا دا انزل بها 17 سنتيم، يعني هاي من هيجي تقريبا 17 الى 18 سنتيم هنا، واجي اجر خط. هاي حددنا طول الياخه اللي قبل ما اليوم راح تصير. عليكم السلام. يعني هسه هاي تنطبق، يعني ما تصير بها دلعه، حتى مثلا تلبس حجاب فشي او يعني ما تلبس حجاب فهي تصير يعني تقريبا طبيعيه. هاي تنقلب هسه هيجي ما بيها دلعه، دلعتها مقبوله. هسه نزلنا 17، طلعنا 9 سنتيم من هنا، هاي 9 سنتيم. هسه نجي عرض الياخه 9 سنتيم، نرجع منها سنتيمين، نجي هنا نكملها 9، ناخذها خط عدل. وهاي اجي ارسمها بهالطريقه، هي تقويسه تمام. وهم انا راح نطلع قد 6 7 8، يعني حسب الرغبه، حسب الموديل، حسب الشكل. والله عزيز هسه نطلع تقريبا 6 سنتيم او 7. تطلع هنا شكلها شنو انت بكيفك بعد، تريدها عدله، تريدها مقوسه هيجي، تريدها جايه هيجي، يعني بكيفكم بعد. هسه احنا مثلا نريد نقوسها عادي، يعني مثلا او نطلعها مثلثه او دائريه، نص دائره، هذا كله يعني شلون يسوي له موديل. واجي اوصل هاي 9 فيها لحد هاي هنا لحد 7 سنتيم. هسه بالقص تطلع شويه اوضح. هاي هم تريدها مقوسه، تريدها عدله، تريدها يعني خلينا نقول بها دخوليه هيجي، هاي كلها موديل. هذا مو هو شكل الياخه. هسه هنا واضحه هاي الفكره مالتها، نص على 9 سنتيم، هاي منها 9، نرجع سنتيم من هاي حتى شنو تاخذ راحتها بالقلبه مالتها الياخه من تنقلب تتقوس. زين، يبقى عندنا هذا من هنا يتج هذا كيف الواحد يعني كيف حسب الرغبه، تدينها عدله جيبها هيجي، تدينها مايله، تدينها جايه هيجي، يعني هذا كله موديل او شكل ما له علاقه لا قياس ولا عدل. نجي هسه نقصها. هسه نقصها شنو؟ تقويسه. فهي لحد وين احنا بدينا هنا 17 سنتيم هاي، واجي هاي افرغها. هاي منها لازم يصير شويه مايله صار لي فوق، وهذا من هنا اقصها ويا حد ما غير ما ادقها من 3 سنتيم. هاي من هنا تتفرغ. شنو طلعنا هاي لا هاي مسويناها على قطعتين حتى تصير اوضح. ما صار وايد شوي شوي افتح. هسه هاي شو نسوي بعدين بالشغل بالفصل
الخياطة نقص هاي نفسها أو زائد سنتيم واحد، يعني على مود المسافات الخياط. هنا نعطيها سنتيم زيادة، نعطيها سنتيم زيادة أو سنتيمين، وأجي أقص نفس القالب. أنا راح خيط طبيبة هذا أول راحة أقص هاي 3 سنتيم اللي شوية تنظيفها إحنا أقصها 4 سنتيم أو 5. نفس هاي خلاص هاي الواحد اشتغلتها أول واحد اشتغلتها تنظيفه قصيتها على لاصق نفس هاي تقريبا. زين شوف هسه هنا 3 سنتيم وأنا قاصة تقريبا 4.5 4 سنتيم، نعطيها زيادة 1 سنتيم اللي هو استحقاق الخياط. هي هاي هسه نعطيها هاي بالتنظيفه. بس هاي من تنقلب بهالطريقة راح تطلع عندنا هيجي. هاي السنتيمين اللي عرفناهن هاي راح تصير مالت الهاي تصعد على الرقبة، هاي راح تجي هاي راح تصير هاي لأنه تنظيفها مالتها. عليكم السلام. راح تفتح هاي بهالطريقة هاي هيجي. وقلت لكم هاي من هنا بعد يعني كيف الواحد هاي موديل طوسه تدوها مثلا هيجي تدوها بهاي شكل هاي كلها موديل هو. وضحت الفكرة مالتها؟ عليكم السلام. وش العايشة؟